لو عندك شقة أو محل وعايز تأجر وخايف من المستأجر ما يلتزمش بدفع القيمة الإيجارية أو ما يطلعش بعد انتهاء المدة، تعالى أقول لك تعمل إيه عشان يلتزم ببنود العقد. أنا أدهم المصري المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة. لو عندك شقة أو محل وعايز تأجر، لازم أول حاجة تعملها تاخد المستأجر وتطلع بيه على الشهر العقاري علشان تطلب منهم هناك يعملوا لك عقد إيجار مزيل بالصيغة التنفيذية. وبعد ما تاخد العقد، لو المستأجر ما التزمش بدفع القيمة الإيجارية أو ما طلعش بعد انتهاء المدة، تطلع على إدارة التنفيذ بنسخة العقد اللي معاك علشان تنفذ عليه الالتزامات المطلوبة منه في العقد المبرم بينك وبينه. بالظبط كأنك معاك حكم نهائي من المحكمة بالطرد.